تقدر تعمل صداقات من غير فلوس. يعني مش كل حاجة فلوس. يعني مش لازم يكون معاك فلوس عشان تعمل صدقة. طب ازاي؟ زي ما علمنا الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. الابتسامة في وجه أخيك دي تأجر عليها صدقة، وإنك تؤمر بالخير وتنهى عن الشر ده تأجر عليها بصدقة، وترشد الرجل وتوجهه لطريقه لأنه غريب عن المكان ده تأجر عليه صدقة. والرجل اللي نظره ضعيف أو لا يرى وكنت أنا بصره أمشيه للطريق أو أوصله لبيته ده أأجر عليه بصدقة. ولما تشيل أو ترفع أي حاجة بتعيق الطريق زي الشوك أو الحجر أو عظام أو أي شيء يعيق الطريق فده تأجر عليه صدقة. ولما تكون بتملأ مياه بالدلو وأفرغته في دلو أخيك ده تأجر عليه صدقة. يعني كل أعمال الخير ممكن تاخد عليها صدقة بدون من إن انت تدفع أي مال أو أي فلوس.